السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض كده الغدا، وهنعمل كمان صينية كيكة بصوص الشوكولاتة طريقة حلوة بسيطة كده وايه، وهنعملها كده سريعة. اول حاجة كده انا بدأت بيها، طبعا انا صورت المقطع اللي هو ضرب البيض واللبن والسكر في الخلاط، بس اتحذف مني. المهم هقول لكم على المكونات بتاعتها. معايا 3 بيضات، معايا كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، فانيليا. وهنضرب كل المكونات دي كده في الخلاط، وبعدين هنصبها في طبق وهنحط عليها كوبايتين الا 3 معالق كبار من الدقيق، وهنحط عليهم كيس من البيكنج باودر ورشه من الملح ومعلقه صغيره من الخل، وهنكمل باقي الكوبايتين 3 معالق كبار من الكاكاو. الكاكاو اللي معايا هو كاكاو خام وكل حاجه، بس للاسف كان فاتح، فحطيت منه 3 معالق عشان خاطر اوصل للون اللي انا عايزاه. يعني انت بتحوشي من الكوبايتين الدقيق، بتحوشي منهم حوالي 3 معالق كبار من الدقيق، وبتكمليهم كاكاو خام. بس كده، وبنضرب كل المكونات دي مع بعضها. طبعا احنا كنا مشغلين الفرن من قبل ما نبدأ تحضير في صينية الكيكة بتاعتنا. وهنا طبعا جبت الصينية بتاعتي اللي انا هسوي فيها ده، اديتها مسحة من الزيت واديتها تعفيرة كده من الدقيق كده، وصبيت فيها الخليط بتاعنا، وبعد كده دخلتها الفرن. الفرن طبعا كان سخن. قبل ما ادخل الصينية بتاعتي بهدي النار عشان خاطر الكيك بتاعنا لما تدخل الفرن ما تتنفخش وتاخد لون وتكون لسه القلب بتاعها ناي. طبعا اثناء الكيكه وهي بتستوي هنعمل الصوص بتاعها. معايا ايه؟ معايا كوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه من الزيت. لا بصوا، نص كوبايه من السكر، كل حاجه نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الكاكاو الخام. معلش اتلخبطت شويه. يعني 4 تنصاص، نص زيت، نص لبن، نص سكر، نص كاكاو خام. بنضرب كله ده مع بعض في الخلاط لحد ما نوصل لقوام الصوص بتاعنا. هو اول ما بتضربيه في الخلاط بتحسي ان هو تقل معاكي، بس لازم تضربيه كويس عشان السكر يدوب، ما يبقاش بيجرش كده على الكيكه من على الوش يعني وكده، او في الصوص بتاعك. تضربيه ضرب كويس وتطولي بالك عليه خالص لحد السكر ما يدوب خالص، وتوصلي للقوام اللي هو الناعم الكريمي كده للصوص بتاعك. هنضرب الخليط دوت كويس مع بعضه، وبعدين بنصبه في كوبايه وبنركنه كده. بنطلع الكيكه من الفرن، بنروح نزجيها نسكسكها كده شويه بشويه لبن، وبعد كده بنحط الصوص بتاعنا. بس طبعا بعد الكيكه ما بتطلع وبتهدى، يعني اول ما بتطلع وبتبرد كده شويه بعدين بنحط الاضافات اللي احنا هنحطها دي، هنشوفها مع بعضنا ان شاء الله. بس طبعا في الوقت دوت اللي انا بعمل فيه الصوص بتاعي كانت الكيكه لسه مستوتش. بصوا عمل لي الخليط اللي انا عملته معاكم، او الصوص اللي انا عملته معاكم ده، عمل لي حوالي كوبايه ونص، كوبايه ونص من صوص الشوكولاته. هركنها كده على جنب خالص. طبعا قبل ما بتبداي ان انت تصبيها على الكيكه هتلاقي القوام بتاعها تقل، فبتديها تقليبه كده بالمعلقه بتاعتك كده عشان خاطر ايه، يبقى القوام بتاعها يكون سايح كده وتكون حلوه. في الوقت ده انا كنت برضو بعمل الاكل عشان خاطر انجز وقتي. هعمل ايه النهارده الغدا بتاعنا؟ هعمل صينيه لسان عصفور باللحمه. كنت سلقت لحمه وعملت ايه، جبت كده بعد ما حطيت الحله بتاعتي وحطيت اللحمه بتاعتي تستوي تتسلق، جبت كده صينيه، حطيت فرمت فيها بصلتين كده، قطعتهم كده على ايدي تقطيعه ناعمه. شوحت البصله لحد ما دبلت معايا. ضربت طماطم في الخلاط، حوالي نص كيلو من الطماطم ضربته في الخلاط، نزلت بيه على البصل، سبت الطماطم مع البصل ياخدوا التسبيكه بتاعتهم. بعد الصلصه بتاعتي مسبكت كده، ورحت طلعت اللحمه، كانت خدت 3/4 سوا. طلعت اللحمه من الشوربه حطيتها في الصلصه بتاعتي، بسيبها كده مع نفسها شويه، وبحمر كميه لسان العصفور اللي انا هعملها. بنحمر العصفور، وطبعا بنخليه ياخد لون ذهبي كده حلو عشان خاطر ما يتعجنش معاكي في الصينيه.
بعد ما العصفور ما يتحمر ببدأ ان انا انزل بيه كده على اللحمة وعلى الصلصة اللي معايا. بس طبعا بظبط الملح وبظبط الفلفل والتوابل اللي انت بتحبيها، يعني بحط ملح وفلفل، وبحط كمان كزبرة ناشفة. حابة تحب تحط شوية من 7 بهارات براحتك، يعني بصي التوابل اللي تحبيها. بس انا بحب دايما اي حاجة مثلا فيها اللحمة، بحب عشان طعم اللحمة يكون ظاهر اكتر، ما تكونش التوابل مغطية على على طعم الاكل بتاعك. لازم كل حاجة تكون يكون في اعتدال، يعني في الحاجة ما تكونش في حاجة التوابل. في ناس بتحط توابل بكميات بعبط، بتضيع بصراحة طعم الأكل، وبيكون طعم الأكل عبارة عن انت كأنك بتاكل شوية توابل بس. أنا بحب أحط كل حاجة كده يعني مظبوطة يعني. الملح برضو ما بحبش الملح اللي هو يكون زيادة، أنا بحب الأكل يكون يعني مش ما يكونش ولا مالح ولا يكون عادي، يكون مظبوط معايا. خلاص كده يا بنات، كده سبت اللحمه في الصلصه بتاعتي، خدت وعطت شويه مع بعضيها مع نفسها كده شويه. كنت حمرت كميه لسان العصفور اللي انا هعملها. هبدا بصوا اخد كده من العصفور اللي انا محمره وانزل بيه كده على الصينيه. طبعا في الوقت ده بحتاج ان انا ازود حوالي مغرفتين كده من الشوربه، عشان الصلصه بتاعتي مش كافيه خالص ان هي تسوي لسان العصفور. وفي نفس الوقت لو سبتها على الوضع ده هتنشف معايا، يعني الصلصة هتنشف. فانا بعد ما بنزل بلسان العصفور بروح مزودة شوية شوربة من شوربة اللحمة اللي انا عاملاها. وبضيف كمان بظبط بقى اشوف بقى ادوق بقى، لقيت لسه عايزة توابل، شوية كزبرة شوية فلفل شوية ملح. بظبط الصينية بتاعتي وبسيبها كده تستوي على النار من فوق. وبعد كده بدخلها كده الفرن، تاخد شوية من على النار، نار الفرن من تحت. وبعدين ببدأ ان انا اولع لها الشواية تاخد لون من فوق، عشان لو في مثلا قطعة لحمة سمينة ولا حاجة تاخد تتحمص شوية. بس كده المهم كانت خلاص صينية لسان العصفور كانت خلصت. زودتها كده وظبطتها وهديت عليها النار وغطيتها. وصينية الكيكة كانت في الفرن. ففي الوقت ده قلت اعمل ايه، اروج المطبخ يعني حواليا، بحيث ان انا بعد ما اطلع من المطبخ ما ارجعش يكون في مواعين كتيره متراكمه عليا. لعبت لي مواعين كده وقلت ان انا اشطفهم معاكم. بحب طول ما انا واقفه في المطبخ والميه مثلا تكون شغاله زي كده، لان اوقات كتيره بتكون الميه قطعه بصراحه. فبستغل وقفتي في المطبخ اغسل المواعين اللي انا مثلا استخدمها. مثلا في شويه غسيل احطهم في الغساله، شويه غسيل اتغسلوا اطلعهم واحط غيرهم في الغساله، وهكذا. امسح الرخامات بتاعتي في جزايز مثلا عايزه تتملى اغسلها واملاها، لان انا بيبقى عندي كام جزازه كده اللي هي الجزازه الصغيره بتاعه الشرب. انا ما بحطش ميه خالص في التلاجة، يعني ما بحطش جزاز في التلاجة، بس عشان انا عندي اللي هو اللهم صل على حضره النبي اللي هو الكولدير. لكن بحب بملى كام جزازه كده واخليهم على رخامه. لو الميه قطعت مثلا احتجت اعمل شيء اعمل اي حاجه، تكون عندي ميه نظيفه للاستخدام، مثلا شاي عصير الكلام ده. بس فانا بستغل الوقت اللي مثلا اكون عملت فيه الاكل وسايبه الاكل بتاعي مثلا يستوي على نار هاديه. كمان ما بحبش الاكل اسويه خالص واخلي النار تحتيه تبقى بص اللي هي طالعه من تحت الحلل، يعني طالعه من الجناب من تحت الحلل. لا انا بحب اعمل كل حاجه كده على الهادي، عشان خاطر الحاجه بتاعتك تطلع حلوه ما تطلعش شايطه ولا مشعوطه ولا الكلام ده كله. طبعا الحاجات دي كلها الواحد يعرفها وتعلمها كده واحدة واحدة. يعني احنا مثلا ما يعني ما نزلناش كده متعلمين كل حاجة، لا في حاجات احنا غلط، يعني في حاجات الواحد مر بيها كتير، وغلطات الواحد مر يعني عملها كتير، فكل غلطة الواحد غلطها اتعلم منها. فدايما برضو طول ما احنا واقفين في المطبخ هنغلط، والغلط اللي احنا هنغلطه هنتعلم منه. فالحمد لله احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم من اخطائنا، بنتعلم من اي حاجة بنمر بها في حياتنا، سواء كانت حلوة او وحشة بنتعلم منها وبناخد منها اه بناخد منها درس يعني. بس فالمهم خلاص كده. فطبعا انا في حاجات كتيرة 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 انا اتعلمتها ما كنتش بعرف اعملها، وتعلمتها على مراحل يعني. وكنت ممكن اعملها اول مره وتاني مره وتبوظ مني، لحد الحمد لله الحمد لله دلوقتي بعرف اعمل كل حاجه
بسم الله ما شاء الله، يعني بعرف اعمل اي حاجه من اول مره كده اشوفها اعرف ان انا اعملها. خلاص ايديا وعينيا خلاص خدوا على ان انا اعرف اعمل حاجه ازاي. الحمد لله يعني الحمد لله. خلاص كده يا بنات، طبعا غسلت المواعين وروقت الحوض بتاعه ومسحت الرخامات حواليا، خليت المطبخ زي الفل، بحيث ان انا خلاص هنتغدى نشرب الشاي. المطبخ بتاعي زي الفل. وكمان النهارده في ميزه حلوه ان المطبخ، ان الاكله بتاعتنا في الصينيه، يعني بعد ما نطلعها من الفرن كده اثناء الغداء هنقدم الاكل بتاعنا بالصينيه بتاعته، يعني مفيش اطباق، مفيش معالق، مفيش الكلام ده كله، هو الصينيه تتحط آه، وتتحط وشويه العيش، والحمد لله على كده. طبعا نعمه وفضل من عند ربنا، يعني ربنا يديمها علينا نعمه. خلاص في الوقت دوت طبعا بعد ما غسلت المواعين يا بنات وروقت الرخامات، صينيه الكيكه بتاعتي كانت بسم الله ما شاء الله كانت استوت. بعرفها استوت كيف، مش بطلعها على طول من الفرن، بعمل لها اختبار كده. عندي خله اللي هي الخله الخشب ديت اللي هي بتاع الشيش، بحطها كده بغرزها كده في صينيه الكيكه في النص. لو لقيتها طالعه ناشفه كده ما فيهاش اي حاجه، تبقى كده صينيه الكيك بتاعي خلاص الحمد لله كده استوت. لقيتها طالعه كده بشويه مثلا عجين ولا حاجه، لا يبقى كده الكيكه ايه، اقفل عليها واديها حبه شويه تاني كده ايه تكمل سواها. إيه بس طبعا مش بنفتح عليها كل شويه، لان الكيكه لو فتحت عليها على طول بت بت بتهبط، فاهمني؟ فلازم تسيبيها كده حوالي مثلا حوالي 25 دقيقة كده على النار الهادية، لحد ما تحس ان هي خالص اصلا ريحتها طلعت، فهتحس ان هي استوت خلاص. طلعتها سبتها كده على الرخامة شوية هدت. بعدين كان عندي حوالي ربع كوباية من اللبن، مش كتير يعني حوالي معلقتين كبار او 3 معالق كبار. المهم خرمت كده صينية الكيكة كده، اديتها كام تخريمة كده بالخلة، ورحت زاجتها باللبن اللي معايا. وبعد كده سبتها شويه كده شربت اللبن. ما تخافيش اللبن مش هيخليها معجنه معاك ولا حاجه، بل بالعكس هيطريها وهيخليها عامله زي تحس انك انت بتاكلي جاتوه، مش بتاكلي كيك عادي. بعد كده رحت سبتها كده شويه مع اللبن بعد ما زجتها اللبن، وبعدين نزلت عليها بالصوص كده وسويته وخليتها خطيره. خلاص كده بعد ما عملت الكيكه بتاعتي خلاص زجتها كده وحطيت لها الصوص بتاعها، كانت صينيه لسان العصفور بتاعتي خلاص استوت. ولعت لها الشوايه اخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وده يا بنات كان غدانا النهارده، طبعا بألف هنا وشفا. حابه بس افكركم، لو اول مره تشوفوا قناه يا ريت تنزلي تحت على كلمه اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو كده يوصل لكم اشعار وتشوفوا الفيديوهات بتاعتي كده على طول. طبعا ما تنسونيش من اللايك وكومنت حلو منكم، شجعونا باللايكات والكومنتات عشان كل يوم اشارك معاكم فيديو باذن الله. وقولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو يعني. وعادي لو عندي مثلا اي حاجه كده مش عاجباكم، او اي غلطه مثلا في حاجه بتاع كده عرفوني، وعادي وانا اصلح من نفسي وان شاء الله كده كلنا بنتعلم من بعضينا. خلاص كده طبعا انا كنت بصور معاكم كده. خلاص كده بعد خلاص اتغدينا وشربنا الشاي الحمد لله كده، والدنيا تمام زي الفل. بعدها كده بحوالي يجي ساعة ساعتين كده رحت جبت هنا كده صينية الكيكة بتاعتي، قعدت قطعتها كده وقلت اصور معاكم المقطع الجميل دوت واوريكم شكل الكيكة بتاعتي. شايفين هشة كده وجميلة، وتحسيها والله العظيم تحسي ان فعلا ان انت بتاكلي جاتوه مش بتاكلي كيكة عادية. طرية وناعمة وجميلة. والصوص بتاعها بقى ايه كتير كده ونزل عليها من الاطراف يعني، لما قطعتها كده الصوص نازل عليها. فبسم الله ما شاء الله جميلة. طبعا بألف هنا وشفا، جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله كده هتعجبكم. وهتعتمدوا الطريقة دي بإذن الله. بس فهنا طبعا قطعت كده طبعا على حسب كل واحد ايه هياكل ايه، يعني محدش هيقدر ياكل اكتر من قطعة. وبعدين انا يعني كمان مقطعاها قطع كبيرة مثلثات يعني.